وتدبري وتمسكي وتعهدي، ولتغمري بالأيدي الأوقات، ولتقرئي بتمهل وتذكري مد الرسول وخيرة الأسوات. أو صحبتي كنتم معينا طيبا، كنتم بظني صفوة الصحبات، كنتم بظني صفوة الصحبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة أم علياء. معادنا النهاردة مع حلقة مهمة جدا من حلقات سفيرة السعادة. بصوا حبايبي، عايزة كده في أول حلقة أفكركم قبل ما أفكركم بأي حاجة مهمة نصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصوا حبايبي، احنا في الاشهر الحرم، احنا في شهر رجب. عايزه اقول لكم ان احنا اهم حاجه في الشهر ده فلا تظلموا فيهن انفسكم. البعد عن المعاصي اهم شيء في الشهر ده حبايبي. في واحده تقول لي انا عدى مني شهر رجب وما لحقتش اعمل حاجه. حبيبتي، هو شهر رجب المقصود منه واهم حاجه فيه، العنوان الرئيسي بتاعه البعد عن المعاصي، علشان المعصيه فيه مغلظه ومعظمه. ولذلك ابعدي عن المعاصي قدر الامكان، حتى لو انت مش فاضيه مشغوله في امتحانات فيه اعصمي لسانك عن الكلام الفاحش، احفظي لسانك عن الغيبه والنميمه، احفظي لسانك من الكذب، ما تاخريش الصلوات. يعني بصي، المطلوب منك المفروض عليكي اعمليه، مش تاخريه ولا تسيبيه. ده اهم حاجه مطلوبه منك في الوقت ده. وحبيبتي اللي بتقولي طب انا يا ام علاء ينفع اصوم فيه؟ ده بيقولوا الصيام حرام في شهر رجب او ما شابه. حبيبه قلبي، هو مش حرام، ولكن العلماء اختلفوا ان هو صيام شهر رجب كامل او يعني مش توصلي الشهر كله، لان النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الشهر ده ما صاموش كامل. ولكن يعني انا ما ينفعش ان انا اقول مثلا الصيام فيه ليه اجر محدد او الصدقه فيها لها اجر محدد. هي كل اللي معروف في الشهر ده ان الحسنه فيه لها اجر كبير، ايا كان نوع انواع الحسنات واي نوع من انواع الاعمال الصالحه، والصوم يعتبر من الاعمال الصالحه. والمعاصي ايا كانت برضو بتكون هنا فيها ظلم كبير للنفس، وطالما الله عز وجل حدد ان فيها ظلم كبير للنفس، اذا هيبقى فيها السيئه ليها تمن تاني خالص غير باقي الشهور. يلا بينا كده نبدا حلقه النهارده. حلقه النهارده قررت فيها ان انا فيها بنات تعليقات بتيجي في القناه، بحس ان الرد عليها من خلال الكتابه مش مسعف، ما بقدرش ان انا اكتب الرد الوافي على صاحبه التعليق. وبعدين لقيت التعليقات اللي موجوده النهارده كلنا كبشر بنشترك فيها، كلنا كبشر ممكن تحصل لنا. بص حبايبي بقى، يعني قبل ما نبدأ في التعليقات عايزة اقول لكم لو انتي عندك اجابة تانية هتفيد صاحبة التعليق وهتفيدنا كلنا، عندك اجابات تانية تشفي الصدور كده، اكتبيها من خلال التعليقات وان شاء الله نستفاد كلنا. طبعا التعليق اللي انا هبدأ بيه التعليق لقيته متكرر سواء في القناة دي كذا مرة وفي قناة عيشي حياتك متكرر، اللي هو يا بنات بيحكوا عن مشكلة الفقد ومشكلة صعبة جدا عايزة تتعامل معاها. وانا هحط لكم التعليقات دلوقتي على الشاشة. الاتنين بيسألوا ازاي ان احنا يعني نمر بالفترة دي، ازاي احس بالسعادة مع فقدان شخص عزيز مثل الام او الاخت. ده تعليق من اخت والتانية اخت مختلفة غيرها خالص برضو بنفس المعنى. الاتنين ربنا يا رب يصبر قلوبهم ويربط على قلوبهم ويرحم يا رب موتانا وموتى المسلمين. بص حبايبي، كونك بتتكلمي عن المشكلة فده يعني اكبر دليل انك خلاص مستعدة تبدأي رحلة تغيير. ما هو الواحد لما ما بيتكلمش يبقى خلاص ما عندوش امل في التغيير وساكت كده يعني مستسلم، ولكن في حد بيحكي فخلاص هو مستني حل وعايز يتغير. فاتمنى ان شاء الله من خلال الخطوات اللي هقولك عليها البسيطة دي تبدأي تطلعي من الشعور ده شوية بشوية. اولا عايزه اقولك ان انا مقدره شعورك جدا جدا، وصلني المشاعر اللي انت فيها، وكلنا ما فيش بشر ما مرش بمشكله الفقد في حياته على مختلف انواع القرابه والاحساس وغصه الالم والحياه اللي بتبقى مره وما فيش فرحه وكل حاجه خلاص متغيره، الحياه متوقفه وما فيش حاجه بتفرحك، حتى لو حصل حاجه قد كده كانت بتفرحك زمان بطريقه رهيبه ما عادش بتفرحي بيها خلاص. فقدان الشغف، الحياه ما بتقفش، ولكن هي بتقف يعني لفتره كده ماشي، لكن بعد كده لو طولنا بقى في الفتره دي وقفنا مكاننا هتقلب معاكي اكتئاب. علشان كده في حاجات لازم نقف عندها ونتعامل معاها بطريقه كويسه عشان ما ندخلش في مرحله اكتئاب. اولا انا عايزاكي تعبري عن مشاعرك دي بالورقه والقلم او الكلام زي ما انت كاتبالي. في واحده اختي هنا كاتبالي تعليق كبير قوي زي كده، اكتبي طلعي اللي جواكي، لان المشكله لما بتطلع بالورقه والقلم تقريبا نصها بيتحل. كل لما تدعي لهم كتير كل لما تحسي قلبك بيستريح على فكرة.
سبحان الله، يعني لما يبقى ليكي ميت قريب ليكي بتحسي الدعاء ليه بيهون عليكي انتي. هو احساس كده انا مش فاهماه، ولكن ادعي لهم كتير جدا جدا. يعني اوعي يشغلك الحزن والألم والبكاء عليهم عن الدعاء ليهم، لان انت لو بتحبهم فعلا هتتشغلي بالدعاء ليهم اكتر. حاولي تركزي على الحاجات اللي بتفرحك، حتى لو هي هتعمليها دلوقتي مش هتفرحك قوي، بس ركزي عليها وكرريها تاني. وحاولي ترجعي لكل حاجة كنت بتعمليها قبل لما يموتوا الناس القريبين ليكي، وحاولي تبسطي نفسك بيها. وخصصي لنفسك كل يوم نص ساعة تقعدي مع نفسك، اما تفرغي المشاعر دي في ورقة، اما تقعدي مع نفسك تعملي حاجة حلوة، مش تقعدي تعيطي. يعني انا عايزاكي في النص ساعة دي تقعدي تشغلي النص ساعة دي بحاجة تملى ذهنك، علشان الذهن اللي كله مشاعر حزن ومشاعر سلبية وألم ده يتحط مكانه حاجة تانية تفرحك. في النص ساعة دي لازم تبقى حاجة حلوة، تكتبي حاجة، تكتبي خطة أسبوعية ليكي، تكتبي جدول عبادات تمشي عليه، تكتبي تبدأي تتخططي لرمضان، احنا داخلين على رمضان هعمل كذا وهعمل كذا، حتى ولو عكس اللي جواكي. حتى لو انت جواكي مش فرحانة ويا ام علياء لا مش قادرة افرح ده يعني من ضمن التعليقات كان اختي هنا بتقول طب انا دلوقتي رمضان داخل عليه ولا قادرة استعد ولا ليا نفس ولا ليا اي فرحة، واخدة بالك؟ حاولي تمشي عكس المشاعر اللي جواكي، شوية بشوية هتبدأي عقلك الباطن ومشاعرك تبدأ تتغير شوية بشوية. هقولك على حاجة، هاتي زرع. برضو ممكن تضيفي حاجة جديدة في حياتك، زي مثلا تجيبي زرعية كده حلوة وتقعدي كل يوم تسقيها الصبح اخر النهار. هاتي فرختين كده صغيرين كده لو عندك بلكونة كده، وابدأي تابعيهم واقعدي اتفرجي عليهم كل يوم. والله يا بنات تربية اللي هو الفراخ الصغيرة والبط الصغير والحاجات صراحة المفيدة. انا ضد ان انا اقعد اجيب حيوانات في البيت واربيها والكلام ده ما بحبش يعني. او حوض سمك كده صغير وتقعدي تتابعيه كل يوم، تقعدي تراعي الزرع بتاعك، تقعدي تراعي كل يوم الفراخ بتاعتك. الحاجات والمهارات الجديدة والأنشطة الجديدة اللي هتدخليها لحياتك هتكسر حاجز الحزن اللي جواكي دي، وهتغير مودك بنسبة كبيرة. بس أرجوكي كل اللي بقولك عليه ده حاولي تغيريه فعلا. لو انت لازم تقفي على رجليك وتكوني قوية، عشان انتي لازم تكوني داعمة للي حواليكي. يعني ولادك عايزين حد قوي، وعايزين حد نفسيته كويسة، وعايزين حد يكون فرفوش، مش طول اليوم هيبقى كئيب معاهم. فدايما تفتكري دورك في الحياة، وان انتي ليكي رسالة، اللي راحوا ليهم رسالة وأدوها، وانتي ليكي رسالة طول ما انتي على وش الأرض بتأديها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يعني دلوقتي القيامة بتقوم كده والدنيا بتتدربك وانتي معاكي نخلة او زرعة بتزرعيها، ازرعيها كمليها، القيامة هتقوم اهو، ما الدنيا خلصت، برضو ازرعيها. فتخيلي احنا دلوقتي برضو ناخد من الحديث ده ان مش معنى موت الناس القريبين لينا العزاز علينا ان احنا خيانة ليهم، ان احنا نفرح بعدهم، او خيانة ليهم ازاي نفرح وعيش هم ماتوا. لا، هم كان ليهم رسالة ادوها، واحنا لينا رسالة بنأديها، واحنا هنمشي برضو، واللي بعدين هيكملوا برضو رسالتهم في الحياة. ايه هي رسالة الحياة؟ انك تعيشي الحياة زي ما هي، بحلوها ومرها وبسعدها وبحزنها وفرحها، بس ما استمرش على وتيره واحده. ما خليش الحزن ياخدني من بيتي واولادي ومن نفسيتي ومن خشوعي في الصلاه، لان الحزن دايما بيقلل احساسك بالعباده. والرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن فقال اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل. ده بنقولها في اذكار الصباح الصبح وفي اذكار المساء اخر النهار. حبيبتي كونك طلبت المساعده، فانا بقولك انك كده على اول طريق التغيير، واول طريق انك ان شاء الله باذن الله تبداي تبصي للامور من زاويه تانية، وتدعي لهم بالرحمه دايما. هم اللي عايزينه منك، هو ده فعلا اللي هيحسسك براحه نفسيه، ان في حد وراهم بيدعي لهم. دي حاجه كويسه جدا، وان هم اتدفنوا وان هم اتكرموا وان في حد يدعي لهم. ودايما قولي رب توفني مسلما والحقني بالصالحين. بص بقى حبيبة قلبي، التعليق التاني جاي من أخت حبيبتي بتقولي عايزة أسألك سؤال. أنا الحمد لله بصلي مش بسيب فرض، بس دايما في كل صلاة دماغي مشغولة بأمور الدنيا اللي ورايا في البيت كده، مش عارفة ايه السبب، ودايما بحس ان صلاتي مش بخشوع، مش راضية عنها، يا ريت تردي. طبعا انا يمكن هو التعليق ده جاي تقريبا على فيديو اللي انا اتكلمت فيه عن الصلاة والحفاظ على الصلاة. قلت لكم ان انا هتكلم عن الخشوع في الفيديو الجاي، فانا هكلمك على خطوات بسيطة جدا جدا لو نفذتيها ان شاء الله بإذن الله هتستعيدي خشوعك في الصلاة. بصي يا حبيبة قلبي، مفيش حد ما بيمرش بمشكلة عدم الخشوع دي، كلنا بنمر بيها، بس الأهم إن احنا ما نستمرش فيها. عايزاكي قبل ما تصلي خدي لحظة كده فكري إنك رايحة فين. ابدأي من أول الوضوء، إنك بتستعدي، إنك يا بنات الخشوع في الصلاة بيبدأ من أول الأذان أصلا، إنك الله بيناديكي للصلاة.
وبعدين قايمه تتوضي، اقعدي بصي، خلي العمليه ذهنيه كلها، خلي تفكيرك اللي مشغول انا رايحه اتوضى علشان اقابل ربنا. فكري بعد كده وانت بتصلي كده وحاطه ايديك اليمين على الشمال وانت كده بتقولي الله اكبر بعد تكبيره الاحرام وتقراي الفاتحه، انك بتكلمي ربنا بسوره الفاتحه، الله عز وجل بيرد عليكي انك واقفه قدام ربنا. وبعدين اطلبي من ربنا والله قبل كل ده كله يعينك على الخشوع، صدق النية، صدق القرب إلى الله، صدق الإقبال على الله عز وجل. الله عز وجل يرى من قلبك صدق انك عايزة تبقي كويسة وانك عايزة فعلا تخشعي، فهتلاقي ربنا بيساعدك على الخشوع فعلا. عايزاكي تركزي في معاني الآيات والأذكار اللي جوه الصلاة، كأنك بتكلمي ربنا مباشرة. انت عارفة لما تبقي واقفة قدام حد كده بتطلبي منه طلب في مصلحة حكومية او في، هتقفي تتكلمي ازاي؟ يعني لو انت بتشتغلي، لو عندك المدير، لو عندك رايحة في مصلحة حكومية بتطلبي حاجة، بتقفي تتكلمي بأدب وتطلبي الحاجة بشياكة وبالراحة تخيلي الأسلوب ده. تخيلي بقى انت قدام ملك الملوك، ملك الملوك، واقفة قدامهم كده، واقفة قدام الله عز وجل، أمام الله عز وجل، فتخيلي انت المفروض يبقى مشاعرك ايه وقتها. عايزاكي برضو تختاري مكان هادي دايما للصلاة، بعيد عن الدوشة ودوشة الأولاد، لأن دوشة الأولاد والولاد وزعيقهم وصوت التلفزيون وصوت التليفونات ده هيشتتك أكتر في الصلاة ويشتت تركيزك، زي ما انت بتقولي تركيزي بيتشتت. فدايما تحافظي اللي هي الحاجات الظاهرية، اللي هو مكان هادي، مكان معطر، مكان نظيف، مكان بعيد عن الدوشة، هيساعدك من جواكي، لأن انت بتقولي انت متشتتة من جواكي ومش مركزة، فاعملي حاجات تساعدك. برضو عايزاكي مش كل شوية كل صلاة تقرأي قل هو الله أحد والمعوذتين، آية الكرسي، مش عارفة أواخر سورة البقرة، حاجات كده محددة ما تفضليش محافظة عليها بس. غيري في الآيات اللي انت حافظاها جوه البقرة دلوقتي، جوه الصلاة اللي هي بعد سورة الفاتحة يعني. في ناس دلوقتي هتقول احنا مش حافظين غير كده يا ام عليا، ده احنا مش حافظين غير كذا وكذا. ماشي يعني، حاولي حتى تركزي انك تغيري في كل ركعة، انا هقول دي هنا وهقول دي في الركعة التانية، علشان تشتتي عقلك الباطن اللي متسيستم على حاجة معينة، ويقعد لسانك يقول وخلاص هو حافظ، فيقول من غير تركيز ومن غير تفكير. فغيري في الأذكار، في الأدعية، طبعا في حاجات ثابتة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، أذكار الصلاة الثابتة. بس الأدعية اللي في ناس تبقى متعودة على حاجات محددة كده تقولها، غيريها عشان تكسري الروتين وعقلك الباطن ده ينتبه ان خلاص في سيستم جديد داخل عليه. دايما فكري في الجنة وفي لقاء ربنا، لأن هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتخليكي تزود الخشوع، لأن الله عز وجل قال إيه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الخاشعين؟ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فاحنا رايحين إن شاء الله بإذن الله، يا رب اجعل مستقرنا في الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. الخشوع في الصلاة محتاج مجاهدة ومحتاج صبر، والله يا بنات مجاهدة نفس وصبر، استمري وحاولي وربنا مش هيضيع تعبك. وما تنسيش دايما اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ادعي ربنا يرزقك الخشوع ويشرح صدرك دائما للصلاة، اللهم آمين. اللهم اشرح صدورنا، اللهم آمين، للذكر وتلاوة القرآن وللصلاة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بصوا في تعليق تاني جاي كده من حبيبتي بتقولي ممكن تفيديني، انا دايما بحس بالملل واولادي دايما تعبني وعلى طول خناق هما واخواتهم، نفسي تقوليلي اتعامل مع العصبية ازاي علشان تمكنت مني اوي، ارجوك الحل، حياتي انا زوجي بقى عنده ملل تقريبا، ارجوك الرد. بصي انا عايزاكي تسمعي الفيديو اللي انا نزلته امبارح في قناة عيشي حياتك، اللي هو بعنوان روتين تفاؤل وتنظيف. الفيديو ده ان شاء الله باذن الله هيريحك نفسيا قوي وهيخرجك من المود وهتقللي شويه من العصبيه. بس انا هقولك دلوقتي سريعا لو مكسله تروحي تسمعي الفيديو يعني، كلام تاني غير اللي في الفيديو برضو اضافه عليه يعني. عايزاكي حبيبه قلبي تعملي وقت لنفسك كل يوم. الوقت ده زي ما انت بتصلي وزي ما بتعملي حاجات لاولادك ضروريه وتعملي كل اللي في البيت، الوقت ده يبقى ليكي انت اللي تحدديه. تقعدي مع نفسك تفصلي، لان الفصلان وشد الفيشه من العصبيه ومن توتر ومن دوشه الاولاد بيهديكي شويه. لما تحسي بالعصبيه والله العظيم يا بنات النفس العميق وتدخلي نفس وتطلعي نفس بيهدي كتير، مع كلمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع دعاء اللهم اسكن غضبي بلا حول ولا قوه الا بالله. المسؤوليات البيت لو كتير عليكي وهي السبب في اللي انت فيه ده، ما تضغطيش على نفسك وحددي اولوياتك كويس قوي، ومش كل يوم لازم يبقى البيت بيرفكت ولازم كل حاجه 10 من 10. قللي من المثاليه هتلاقي نفسك هديتي اكتر.
وخدي الأمور كده ببساطة، ما تضغطيش على نفسك، وافتكري إنك دايما إنسانة ليها طاقة وليها حدود. أرجوكي يا أختي خلي عندك صبر في التغيير. أي حد حبايبي بيسمع حل مني أو حل من أي حد يقوله عليه أو بيبحث ويلاقي حلول لمشكلته، خليه يصبر على التغيير. أي تغيير محتاج صبر ومحتاج مجاهدة نفس علشان تتغيري وتحلي المشكلة اللي عندك. المشكلة اللي عندك مش مجرد ما تقري التعليق أو تسمعيني يبقى هي كده اتحلت. أنا في خطوات لازم أخدها علشان أتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لغاية هنا انتهت حلقة النهاردة من قناة سفيرة السعادة. معلش لو طولت عليكم شوية في الحلقة دي، ولكن أنا وعدت إخواتي اللي هم كانوا بيتكلموا بالذات على مشكلة الفقد للناس قريبين اليوم إن أنا هرد من خلال تعليق. ما تنسيش لايك من فضلك، والسلام عليكم ورحمة الله. وغدا سيجري دمع عينك فرحتان، وترى السحائب بالأمان أمطرات.